هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاتة. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو بنزله. النهاردة بقى هنعمل اول فيديو من فيديوهات عيد الاضحى واكلات بقى عيد الاضحى، الاكلات الدسمة والكبيرة دي. هنبدأ اول حاجة بطاجن عكاوي. هنعمل النهاردة احلى وبجد اجمد طاجن عكاوي ممكن تاكلوه، بجد خطير وطعمه تحفة. عملناه كمان يعني بخضار وصوص كده، هتاكلوه بجد قبل اللحمة، لحمة دايبة ومستوية حقيقي بجد. يعني هتجربوا الطريقة دي وهتنسوا اي طريقة انتوا بتعملوه بيها، خطيرة. ده غير الريحة حقيقي على السفرة كده، يعني خلاص بقى جنب رز او يعني اي طريقة تاكلوا بيه حقيقي خطير. اول حاجة هندي للحمة بتاعتنا تشويحة، وادام قلنا تشويحة للحمة يبقى طعم. هنضيف معلقة من السمنة او الزبدة، وهنضيف ورقتين كده، ورقتين لورا وحبهان، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ونص معلقة صغيرة من بهارات اللحمة او 7 بهارات. انا ضفت 7 بهارات. ممكن تستغنوا عن البهارات لو مش بتحبوا تضيفوا اللحمة بهارات، بس بتديها ريحة حلوة قوي. وبصلة كده صغيرة قطعتها يعني 4 كده، وجزراية برضو صغيرة. والحلة بقى تسخن والزيت يسخن كده، نروح ضايفين قطع العكاوي بتاعتنا، يعني ننزلها كده، نسمع صوت اللي هو الصوت القوي اللي هو صوت تش ده، اللي هو الصوت القوي ده. وتكون النار عالية جدا عشان واحنا بنضيف اللحمة او العكاوي بتاعتنا يعني ما الحلة ما تبردش مننا وتجيب مية، لا احنا عاوزينها تاخد صدمة كده. طبعا انا بحب اعمل الحركة دي سواء في اللحمة او في العكاوي او في الفراخ كمان. اي حاجة هسلقها بحب ان انا اديها تشويحة كده، بتاخد طعم حلو جدا. وبعد ما تستوي بتبقى واخدة لون كده، مش مجرد مسلوقة ولونها كده مسلوق، بجد بتكون حلوة يعني لو عندكم وقت. نقلبها بقى على الجنب التاني كده، هي بتاخد حوالي 10 دقايق، وبتكون من كل الجوانب متشوحة وواخدة لون. بصوا اللون ده اللي بقولكوا عليه، متحمرة كده، بجد تحفة. قلبناها كده. انا بقى بحب اضيف رشة كده من الروزماري مجفف او ممكن فريش لو عندكم. انا ضفت مجفف اللي كان متوفر عندي. ده بقى بجد اللي عاوزة اقولكوا بينقل الريحة والطعم في حتة تانية خالص. لو متضايقين ان هو ممكن يجي في الشوربة او كده، انتوا كده كده يعني الشوربة ممكن تصفوها قبل الاستخدام، بس بجد يعني رشة الروزماري دي هتفرق جدا في الطعم وفي الريحة، هتخليه خطير. خلاص كده العكاوي اخدت لون وتشويحة كده من كل الجوانب. هضيف بقى عليها مية مغلية او تكون سخنة جدا. ضيفوا الكمية اللي انتوا عاوزينها، بس ما تكونش كتير قوي، يعني ما تكتروش في كمية المية قوي. لا ضيفوا مية اللي هو تغطيها كده، يعني المية تكون مغطية اللحمة او مغطية العكاوي بتاعتنا كده. شوفوا المية بتاعتي سخنة جدا، هي اللي ساعدتني اصلا، بس خلوا بالكم. واقلبها كده، وبعدين بقى اول ما تغلي كده اللحمه النظيفه بتاعتكو او العكاوي، يعني اي حاجه بتسلقوها لحمه، هتلاقوها. بصوا انا ما عملتش معايا اي ريمه او اي حاجه. لو عملت معاكو شيلوها كده بالمعلقه، واول ما تغلي تروحوا مغطين عليها ومهدين عليها النار خالص، هتستوي معاكم. وطبعا احنا ما حطيناش ملح في العكاوي خالص، وهي يعني بتتسلق لما تستوي هنحط لها الملح بتاعها. هنا بقى هنعمل الصوص بتاع الطاجن نفسه. ضفت كده معلقتين من الزيت عليها، ضفت كمية من البصل، حوالي 4 بصلات كده متقطعين جوليان كده يعني جوانح. ضفت بقى فلفل حار، فلفل الوان. ضفت معلقة نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود والبهارات،
والملح ورشه بسيطه من الشطه، دي اختياري، بس انا بحب يعني الطاجن يكون حراق كده شويه، بحس ان هو يعني هيكون احلى. بجد جربوه، زودوا له شطه شويه، بجد هيكون خطير ومشطشط كده. وطوا بقى على الخضار ده وابداوا قلبوا فيه عشان ينزل كل العصاره بتاعته. كمان انا عاوزه اقول لكم ان انا ضفت معلقه من الثوم، بس يعني الفيديو ما صورش معلقه من الثوم بعد البصل، وبقلبه كده، وبعدين بضيف بقى اللي هو الفلفل وكده. كمان ممكن تضيفوا جزرايه مبشوره، بس انا ما حبيتش الجزر. وبعدين بقى هنضيف صلصه، ممكن صلصه يعني متسبكه صلصه، او ممكن عصير طماطم فريش يعني لسه طحنينه، بس صفوه، يعني صفوه كده في مصفى الاول قبل ما تضيفوه. وبعدين سيبوها بقى تتسبك براحتها لحد ما نلاقي كده الزيت طلع على الوش كده، يبقى هي كده اتسبكت والصوص جاهز معانا. هنا بقى اللحمه بتاعتنا العكاوي بعد ما استوت، هنضيف لها الملح بتاعها. ضفت معلقه كبيره من الملح، ودوقوها وظبطوا الملح بتاعكم. هنا بقى كانت اللحمه استوت معايا خلاص، وهنا الصوص بتاعي جاهز. بصوا مش تقيل قوي ولا خفيف قوي، برضو كده القوام بتاعه مظبوط. هنجيب بقى الطواجن بتاعتنا، انا عملتها في طواجن وسط كده، ما عملتوش في طاجن كبير، ممكن كمان تعملوه في طاجن كبير كده عادي. يعني انا عملته زي ما بيتقدم كده في المطاعم، طواجن صغيره. ضفت كميه من الصوص كده، وبعدين ضفت العكاوي رصيتها، وبرده من فوق كده رحت ضايفه شويه من الصوص. ما تخلوش الصوص تقيل قوي عشان هي لسه هتدخل الفرن فما تنشفش مننا وتتحرق. ده الطاجن التاني، انا عملتها في 3 طواجن، الكميه دي اخدت معايا 3 طواجن بالحجم ده. بعدين بقى هضيف من على الوش كده شرايح من الطماطم، ممكن كمان شرايح من الفلفل، بس انا ضفت طماطم بس. الطماطم كده هتستوي وهتدبل كده، ويعني هتدي شكل حلو قوي من على الوش كده. هدخلهم بقى الفرن، هي مفيش حوالي ربع ساعة لان كل حاجة مستوية خلاص، هي بس يعني تاخد وش كده بسيط. وبعدين ممكن نولع الشواية بقى تاخد يعني لون كده من على الوش، تتحمر كده، تبقى جاهزة معانا. خرجوها من الفرن وهي بتغلي كده، يعني بصوا الطاجن معايا يعني بيغلي ازاي من الاحرف، سخن جدا. وريحة بقى مش عاوزة اقول لكم، ريحة كده عاملين حاجة قوية كده في البيت، بجد خطير. طاجن العكاوي ده لازم تجربوه، حقيقي تحفة. ويعني الناس اللي مش بتحب كمان اللحمة بقى مسلوقة او كده، لا طاجن العكاوي ده لذيذ حقيقي، لازم تجربوه، هتحبوه قوي بطريقتي. ولو عجبتكم الوصفة متنسوش اللايك والاشتراك. باي باي.